أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست ورا كل حدوتة ماما ليلو. النهاردة احنا مش في عالم الخيال، احنا في قلب البيوت المصرية اللي حالتها دلوقتي كلها طوارئ قصوى بين كتب المذاكرة وجداول التمارين وامتحانات نص السنة اللي خلاص جدولها نزل. الأمهات جابوا آخرهم. النهاردة معانا طبعا ماما ليلو. ازيك يا ماما ليلو؟ شكلك النهاردة شايلة الهم. خير؟ نورك يا مدحت. والله أنا النهاردة جاية كأم أتكلم عن اللي شايفاه وعارفة إنه بيحصل ورا كل الأبواب، لأن إحنا كأمهات حاليا في فترة عنق الزجاجة، والأمهات محتاجة اللي يحس بيهم ويقول لهم إزاي نعدي المرحلة دي من غير ما نخسر أعصابنا ولا نخسر ولادنا. طب خليني أدخل في الموضوع دغري يا ماما ليلو. انا كأب شايف اننا مكبرين الموضوع قوي. احنا زمان كان هو قلم واحد بيخلينا نحفظ الكتاب صم، لا كان في نفسية بقى ولا تمارض ولا الكلام اللي احنا بنشوفه كل يوم ده. مش شايف ان كلامك الهادي ده هو اللي مدلع الجيل ده؟ الجيل ده محتاج شوية شدة كده وحزام عشان يفلح في الامتحانات دي ولا ايه؟ هي وجهة نظر تحترم يا مدحت، وده برضو لسان وحال الأبهات كتير، مش انت بس خليني أقولك اللي ورا حدوتة الشدة اللي انت بتتكلم عليها دي. زمان كان الطفل بيذاكر بس بالخوف، والخوف بيبني طفل بيسمع الكلام. أيوة بيسمع الكلام، بس مش بيبني شخصية مبدعة ولا حتى بتفكر. الجيل اللي احنا فيه حواليه كمية مشتتات احنا اصلا ما حلمناش بيها في حياتنا. الشدة دلوقتي مش بتبني، الشدة بتهدم العلاقة. احنا مش بندلع، احنا بنبني بيننا وبينهم علاقة ثقة عشان لما الطفل يقع يجيلنا احنا مش يهرب مننا. ما هو ده اللي مجنني. اول ما اقول له يا ابني قوم ذاكر فجأة بطني بتوجعني، عايز انام، عايز اشرب. ده تمارض صريح وتدليع يعني بصراحة. والأسوأ بقى العناد، يقول لي مش مذاكر ويبص في عيني كده كأنه بيتحداني. فتنصحي الأم اللي هي بتواجه الكلام ده بإيه؟ وطبعا الأب طبعا اللي هو بيبقى أول حاجة بيستعد لها أول ما بيشوف المنظر ده، الحزام فين؟ استنى بس، انت كل شوية تقول لنا الحزام فين؟ بص يا مدحت، ورا قصة بطني بتوجعني او عايزة انام عايزة اشرب والحكاية دي هي رسالة مش تمارض. الطفل لما بيحس بضغط فوق طاقته جسمه بيطلع أعراض حقيقية كنوع من الهروب من المهمة دي. هو خايف يفشل وخايف من رد فعلك أو رد فعل ماما. أما العناد بقى فهو الصرخة بيقولك فيها أنا موجود. الحل هنا مش إننا نكشف التمثيلية ونعمل خناقة، ما نفضلش بقى نقوله لأ أنت مش تعبان أنت بتعمل كده عشان تهرب ولا أي حاجة من دي. الحل إننا نحاول نقسم المذاكرة لمهام صغيرة ونطمنه. يعني مثلا الأم تقوله أنا عارفة إن المادة تقيلة بس أنت قدها وهتخلص على الأقل صفحة واحدة وبعدها قوم شوف اللي أنت عايزه. طيب والتمارين؟ أنا شايف إن اللي ما بيذاكرش مالوش مثلا إن هو يروح النادي. لما أضيع وقتي وفلوسي في التمرين وهو مش فاتح كتاب، مش المفروض الرياضة دي مكافأة للي هو شاطر أو مثلا إن هو بيعمل حاجة كويسة؟ لا يا مدحت معلش، خليني أرد على الحتة دي بمنتهى الصراحة. الرياضة مش رفاهية، دي صمام أمان للنفسية بالنسبة للطفل. لما بيتحرك فهو بيفرغ من شحنة القلق والعناد الزيادة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. لو حبسته في البيت عشان يذاكر 10 ساعات هو أصلا مخه هيفصل، مش هيستوعب كم الساعات دي. ده خلينا متفقين على النقطة دي. الرياضة هي اللي بتشحن البطارية علشان يرجع يذاكر تاني بتركيز. فاحنا هنا التوازن هو اللي بيخلق بطل مش الحرمان. الكلام يوزن ذهب طبعا، يعني كالعادة طبعا في كل بودكاست بنتكلم فيه مع بعض. ودلوقتي طبعا وصلنا لفقرتنا الجديدة اللي إن شاء الله تبقى موجودة وهنثبتها في كل حلقة جديدة بعد كده. صندوق ماما ليلو. قولي لي هنا يا ماما ليلو، الصندوق شايل ايه للأمهات النهاردة؟ فقرة الصندوق دي النهاردة صندوق ماما ليلو فيه 3 مفاتيح لكل أم وأب بيسمعونا. المفتاح الأول قاعدة 20 دقيقة، ذاكري معاه 20 دقيقة، ولو سنه يسمح إنه بيذاكر لوحده اديله وقت 20 دقيقة يذاكرهم فقط، وافصلي معاه 5 دقايق. رقص، نط، حدوتة، كلام. الحركة بتكسر العناد. والمفتاح التاني بلاش أبدا
فخ المثالية، ابنك أغلى من الدرجات. بلاش تربطي قيمتك كأم بشهادة الامتحان، انت كده كده أم عظيمة في كل الأحوال. المفتاح الثالث والأهم هو تمرين النفس. لما تحسي انك خلاص جبتي اخرك وهتنفجري، سيبي الأوضة اللي انت فيها وروحي اي مكان تاني واعملي تمرين النفس اللي بنقوله دايما. هدوءك هو اللي هيخلي المركب تمشي. موضوع تمرين النفس ده فكرني بحاجة كده بتتقال كل حلقة. ما تنسيش تمرين نفس النهاردة. طبعا احنا عارفينك بقى يا ماما ليلو، دايما بتفكر الأمهات بتمرين النفس إن هي دي أهم نقطة في الموضوع كله. والله يا مدحت مش الأمهات بس، الأبهات كمان محتاجينه لأن عليهم ضغوطات كتيرة. ما هو من كتر الضغوطات مش لاقيين وقت الموضوع تمرين النفس ده. بس المهم، شكرا يا ماما ليلو، بجد حلقة يعني بردت القلب كده وسط الزحمة بتاعت الامتحانات دي واللخبطة والضغط النفسي اللي الواحد فيه. تسلم يا مدحت. وقبل ما نختم عايزة أقول لكل أم، هوني على نفسك، انت بتعملي مجهود جبار. افتكري دايما الطفل مش عايز أم مثالية، الطفل عايز أم واعية. وقبل ما انهي كلامي، عملتي تمارين النفس النهاردة ولا لأ؟ ده اقتباس من حلقات ماما ليلو بقى. ده انت متابع بقى. وفي النهاية طبعا زي كل مرة، استنونا في حلقة جديدة من ورا كل حدوتة ماما ليلو. ولو حابين نتكلم في موضوع معين ابعتوا لنا في التعليقات.